لو حضرتك ليك فلوس عند حد ومحتاج ضمان قوي لفلوسك، هتعمل ايه؟ اقوى ضمان لفلوسك انك تاخد شيك بنكي، ويكون ثابت في الشيك ده تاريخ استحقاقك للمبلغ بتاعك، وده طبعا لان الشيك البنكي هو اقوى ورقة ممكن تضمن بيها حق. لكن قبل ما تعمل كده لازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا. النقطة دي لو ما أخدتش بالك منها سواء في الشيك أو إيصال الأمانة أو أي عقد أيا كان نوعه، ممكن في الآخر أنت اللي تتحبس. وللأسف في الفترة الأخيرة حصل بعض الحالات من بعض الأشخاص سيء النية، واللي اتحول فيها في الآخر أصحاب الحقوق لمتهمين. ومثال للحالات دي إن المفروض الشخص المديني اللي هيوقع لك على شيك ممكن الشيك ده في الآخر ما يتوقعش قدامك، ويبعت لك الشيك ده مع أي حد أو من خلال أي وسيلة، فأنت في الحالة دي أصبحت في خطر. وده لأن أحيانا بعض الأشخاص سيء النية وبتحصل إن هو بعد ما بيستلم دفتر الشيكات اللي صادر من البنك، وقبل ما بيمضي عليه، وقبل ما يبعت لك الشيك، بيعمل محضر الأول بفقدان دفتر الشيكات ومذكرة بفقدان دفتر الشيكات، وبعد كده بيخلي حد كمان تاني هو اللي يوقع على الشيك ويبعت لك الشيك ده. وبعد كده لما تروح البنك علشان تصرف الشيك بعد ما يجي تاريخ ميعاد استحقاقك للمبلغ بتاعك، تتفاجئ بإن البنك بيرد عليك بإن التوقيع ده غير مطابق أو دفتر الشيكات ده مبلغ بفقدانه. وطبعا في الحالة دي مش هتعرف تصرف فلوسك. ولو رحت اسم الشرطة علشان تحرر محضر بالشيك ده ونزلت جلسة، ممكن صاحب الشيك يحضر الجلسة ويطعن على الشيك ده بالتزوير. وطبعا الطب الشرعي هيرد بأن التوقيع اللي موجود على الشيك غير مطابق لتوقيع صاحب الشيك، وصاحب الشيك كمان ممكن يقدم مذكرة بفقدان دفتر الشيكات وصورة رسمية من المحضر بفقدان دفتر الشيكات. في الحالة دي صاحب الشيك هياخد براءة. مش كده وبس كمان، ده انت هتتحول من صاحب حق لمتهم بالتزوير. فحضرتك المفروض لما تاخد ضمان شيك بنك ضمان لفلوسك المفروض تتأكد ان التوقيع ده حصل قدام عينيك. وطبعا الكلام ده مش على الشيك بس، الكلام ده سواء على الشيك او وصل الامانة او اي عقد ايا كان نوعه، لازم التوقيع يكون حصل قدام عينك. بالإضافة كمان بإنه يمضي إقرار بإن دفتر الشيكات ده صحيح وسليم وموجود معاه وغير مبلغ بفقدانه، ودي ورقة تكون معاك بجانب الشيك تحسبا لأي ظرف.